بما ان الناس كلها متحمسه لفيلم باربي، تعال احكي لك قصه باربي الحقيقيه. بدات القصه سنه 1916 في بولندا. اتولدت واحده اسمها نوس هاندلر، وعاشت في فتره الحرب على اليهود في اوروبا. واما كان عندها 15 سنه اضطرت ان هي تتجوز وتهرب لامريكا. بعد كده خلفت بنت اسمها باربرا، وكانت بتشتغل في مصنع للعرايس. بس ما كانتش العروسه باربي في البدايه للاطفال، دي كانت للبالغين وحجمها كبير وبتستخدم في الحفلات المشبوهه، لانها كانت اول دميه من نوعها بملامح سيده بالغه. بس سنه 1959 تحصل حاجه ما كانتش متوقعه. تقرر شركه نوس ان هي تصنع الدميه بحجم اصغر للاطفال، وتبقى باسم باربي المعروف دلوقتي. بس اتعرضت لهجوم كبير، ازاي دميه كانت بتستخدم غلط تبقى دميه اطفال. طلعت نوس وكدبت الخبر وقالت ان هي ما كانتش تقصد، بس عملت باربي عشان بنتها كانت بتحب الرسم فرسمت العروسه دي. فجابت باربي وعملت عليها شويه تعديلات بالشكل اللي موجود دلوقتي. والغريب برضو ان هي قالت ان هي صنعت باربي عشان تفكرها ببنتها، والعروسه اصلا مش شبه